هاعمل معاكم النهارده أطعم وأسرع حلو ممكن تعملوه، أم علي. نعملها بقى في الصيف أو في الشتا، ناكلها سخنة أو باردة، بنحبها في كل أحوالها. هنعمل أكتر من واحدة وكل واحدة منهم بإضافات مختلفة. يلا بينا نبتدي في عمايلها على طول. بس قبل ما أبدأ، الناس اللي بتحب الوصفات المكتوبة، الوصفة دي ووصفات تانية كتير هتلاقوها مكتوبة بالتفصيل في اللينك اللي تحت الفيديو. أم علي ممكن تتعمل بأكتر من حاجة، أولهم وأفضلهم عجينة الباف بيستري. بنجيبها وبالشوكة نعمل فيها فتحات بسيطة وندخلها الفرن تستوي، أو ممكن نجيبها مستوية جاهزة على شكل ملفيه. وكل ما كان بقى الملفيه ده طازة ومعمول حلو بيطلع طعم أم علي رائع. بنكسره لقطع صغيرة بالشكل ده ونستعمله على طول. أو ممكن كمان نعمله بالكرواسون، نقطعه لقطع صغيرة وندخله الفرن نحمصه. أول واحدة هنعملها من أم علي، اللي هي بقى متظبطة وحاطين لها كل حاجة ومدلعينها يعني من الآخر. هنجيب الطاجن الفخار أو أي حاجة تحبوا تعملوه فيها. هنحط فيها كمية من الملفاي تبقى مناسبة لحجم الطاجن، ونحط عليها أي شوية مكسرات موجودين عندنا، أي كمية تحبوها وأي نوع. هنقطعه لقطع صغيرة ونضيفهم عليها، وهنحط معاهم كمان معلقتين أو 3 من جوز الهند، بيدي طعم حلو قوي. نقلبهم مع بعض وهنسيبهم بقى على جنب شوية ونجهز الحليب. هنجيب الحليب، ويفضل طبعا إن هو يكون حليب طبيعي وكامل الدسم، عايزينه سخن وبيغلي. هنحط عليه حليب مكثف محلى أو سكر، ومعلقتين أو 3 كبار من القشطة، ونص معلقة صغيرة من الفانيليا. كل كيلو من الحليب بنضيف عليه علبة من الحليب المكثف المحلى أو نص كوباية من السكر، وما نضيفهمش مرة واحدة، يعني نحط شوية ونشوف محتاج ولا لأ. ظبطوا الطعم السكر زي ما بتحبوه. أنا هنا سخنت 3 كوبايات من الحليب، وحطيت عليهم ربع كوباية من الحليب المكثف، بس دفيته الأول شوية في الميكرويف عشان ما يبردش الحليب. نقلبهم مع بعض كويس ونسقي بيهم الملفي، نغطي الوش كله. حطوا كمية كويسة من الحليب عشان لما يتشرب يبقى طري وكريمي. وعلى الوش قطعت القشطة شرايح رفيعة قوي وحطيتها على الوش عشان تغطيه كله. واخر حاجه هحط عليهم رشه بسيطه قوي من السكر البودره عشان تحمر الوش وتديله لون حلو. هندخلها تحت الشوايه يا دوب بس الوش ياخد لون حلو بالشكل ده، والمكونات كلها تسخن مع بعضها. هي مش محتاجه نشغل عليها الفرن، الشوايه بس كفايه قوي. نسيبها بقى ونعمل دلوقتي ام علي بالطريقه البسيطه. هنحط الملفاي وهنحط عليه شويه من جوز الهند وشويه من الزبيب، او ممكن تعملوها ساده خالص زي ما تحبوا. وهنجيب الحليب يكون سخن بيغلي، دول كوبايتين من الحليب. هحط عليهم معلقتين كبار من السكر وربع معلقة صغيرة من الفانيليا، وهنحط عليهم كمان معلقتين كبار من الكريم شانتيه. نقلب الكلام ده كله مع بعضه ونضيفه عليها. حطوا على قد ما تاخد معاكم، لأنها لما بتقعد شوية بنلاقيها شربت الحليب كله ونشفت، فعايزين كمية الحليب تبقى كويسة عشان تفضل معاكم طرية. جبت كيس الكريم شانتيه البودر، خدت منه شوية حطيتهم في الأول على الحليب، والباقي خلطتهم مع شوية لبن صغيرين وحطيتهم على الوش. نوزعهم بقى كويس قوي، نفردهم على الوش يبقوا مغطيين الوش كله. وهنرش برضو عليهم رشة بسيطة من السكر البودرة. نسويها بنفس الطريقة تحت الشواية، طعمها بيطلع برضو رائع جدا، وخصوصا لو الحليب اللي استخدمناه كان طبيعي وكامل الدسم. وكمان هي أخف شوية من أول واحدة عملناها، وكتير من المحلات بيعملوها بالطريقة دي، أو في محلات كمان بتعملها بالطريقة دي اللي هنعملها دلوقتي. الحليب برضو بيكون سخن ومغلي، وهنحليه بالسكر عادي جدا ونسقيها بيه. ندخلها تحت الشواية يا دوب بس الوش ياخد لون. الشغل بقى كله بيبقى هنا على الوش، وبعد التسوية بيتحط عليها قطعة كويسة من القشطة وشوية مكسرات حلوين، وأي صوص بتحبوا طعمه، صوص كراميل أو صوص شوكولاتة زي ما يعجبكم. طعمها فعلا بيبقى خطير. اعملوها بالطريقة اللي تعجبكم. أهم حاجة إن الملفيه يبقى طازة ومعمول حلو، والحليب يبقى طبيعي وكامل الدسم. الطعم هيبقى رائع. حطيته بقى إضافات أو ما حطيتوش طعمها هيبقى حلو. جربوها هتعجبكم جدا، وبألف هنا على قلوبكم مقدما.